من قناة أخبار متنوعة. السلام عليكم، لا تنسوا الاشتراك في القناة لتصلكم الأخبار اليومية التي نقوم برفعها على القناة. حمل تياغو بينتو المدير الرياضي لنادي روما الإيطالي نادي تشيلسي الإنجليزي مسؤولية فشل صفقة انتقال الدولي المغربي حكيم زياش إلى الممثل الأول للعاصمة الإيطالية، متهما البلوز بالتعمد إفشال المفاوضات التي قادها النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة. وقال بينتو خلال تصريحات صحفية أن زياش كان هدفا لروما في الميركاتو الشتوي الأخير، لكن الصفقة انهارت. وتابع: أجرينا محادثات جادة مع وكلاء زياش ونادي تشيلسي، لكن النادي الإنجليزي لم يبدي أي اهتمام في إحداث تقدم في المفاوضات. وجاءت تصريحات المدير الرياضي لروما لتعزيز موقف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عندما حمل بدوره مسؤولية فشل انتقال زياش بنظام الإعارة بسبب تأخر البلوز في إرسال الوثائق في الموعد المحدد، رغم خروج اللاعب من الحسابات التقنية لمدربه. هذا وخاض الدولي حكيم زياش 11 مباراة مع تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ انطلاقة الموسم الكروي الجاري.